اهلا بحضراتكم مشاهدينا مره تانية، برحب بيكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشره. طبعا زي ما كنا متعودين من اول رمضان بنتكلم من حين لاخر عن عادات موجوده في رمضان معتادين عليها في ثقافتنا، اصلها على فكره مصري قديم. هنتعرف اكتر على العادات دي. معانا على التليفون دكتور محمود المحمدي، دكتوراه في الارشاد السياحي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ داليا، اخبار حضرتك وكل سنه وحضرتك طيبين وشعب مصر كله بخير يا رب دايما يا رب. ايه بقى العادات اللي عندنا، العادات الرمضانيه اللي موجوده وبنعملها كده واحنا مغمضين دايما في كل رمضان وهي اصلها مصري قديم؟ طيب تخيلي حضرتك مثلا من 20 30 سنه كده كنا اهل البيت كلهم يتجمعوا في اخر 10 ايام في رمضان، والنساء العيله كلهم يعملوا الكحك ويغنوا يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا. الكحك ده هو عاده مصريه قديمه. الكحك ده اللي اسمه باللغه المصريه كعك. الكعك ده اللي هو الخبز الذره او الخبز المقلي او الخبز الموضوع في صينيه. وكلمه كعك ديت هي كلمه قبطيه مفردها كعكه ومشتقه من اللغه المصريه التي تعني الخبز المنقوش. وظهر عندنا في مصر القديمه اكثر من 100 نوع من انواع الكعك او انواع الخبز، وهو المصنوع اللي هو الخبز المصنوع من اللبن والمضاف اليه السمنه والعسل. طيب هيرودوت لما جه مصر شاف اللي نساء مصر كانوا بيقوموا بعجن الخبز ده او الكعك ده او العجينه بتاعت الكعك ديت عن طريق غسيل، بيغسلوا اقدامهم كويس جدا ويفضلوا يهرسوا فيها ويعجنوا فيها، وده عشان تبقى فيه ناعمه زي ما بيقولوا كده باللغه المصريه بالبلد بتاعتنا، بيفركوها ويضيفوا بعد كده لها الكاني والماني او بيضيفوا لها السمنه والعسل عشان يكون ملمسها ناعم وجودتها ناعمه. وظهر عندي منظر الكعك ده او الكحك بتاعنا باللغه العامه بتاعتنا في مقابر طيبه وفي مقابر منف. ومن اهم المقابر اللي ظهر فيها النساء هم بيحملوا الكحك فوق راسهم وعشان يقدموه للضيوف. مقبره الوزير رخي براع اللي هو في الاسره ال 18 وزير تحتمس الثالث، وكان له اشكال كبير جدا وكان بيتم نقشه عن طريق لغايه دلوقتي احنا بنستعملها وبننقشها. بنعمل دايره في النص كده ونعمل حواليها خطوط بالمناقيش. الدايره دي بتمثل المعبود الاله رع، واللي النقوش اللي حواليها دي بتمثل الاشعه الشمس اللي بتبقى موجوده من الاله رع. وده كان المصري بيبقى بيعمل الاشكال ديت للتقرب للاله رع. والكحك ده برضه كان له مواسم يا دكتور محمود. كان هو المواسم بتاعته في الاعياد عند المصريين القدماء، لغايه كمان لما جه الفاطميين دخلوا عندنا مصر وشافوا ان المصريين بيعملوا الموضوع ده ويعني عمموها اللي هي تكون موجودين في رمضان، لغايه حضرتك ان الفاطميين عملوها عشان يوزعوها على المصريين عشان يتقربوا للمصريين. لدرجه ان في العصر المملوكي كان بيتم قبلها ب3 شهور بيعملوا ميادين كبيره جدا ويتم توزيع الكحك ده، وكان بيتم بحشوه بالمكسرات، وبعض الاحيان كان بيتم حشوه بالعملات الذهبيه والفضه، وكان بيتعمل عليه ختم كل واشكر. ولغايه دلوقتي لما احنا بنخش المطاعم الشعبيه بنلاقي مكتوب كل واشكر عشان ياكل ويشكر الحاكم، ويقوم الحاكم في نفسه كمان الحاكم المملوكي بتوزيع الكعك ده على الوزراء والامراء وقاده الجيش. وبلغت في عهد السلطان دارفور بلغت صناعه الكعك ده 60,000 دينار. نعم. دكتور محمود المحمدي، دكتوراه في الارشاد السياحي، كل سنه وحضرتك طيب، وبنشكرك على المعلومات الجميله اللي قلتها لنا النهارده عن الكحك، وهو من العادات اللي موجوده طبعا في اخر رمضان بنبتدي نفكر فيها.